السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض روتين الغدا. ان شاء الله هعمل فاصوليا ولحمة مسلوقة ورز بالسمنة. اول حاجة هنبدأ باللحمة، لازم نشوح اللحمة كويس جدا جدا، لان انا مش بغسل اللحمة، فبحط حتة سمنة حلوة كده وانزل فيها باللحمة وافضل اقلب فيها لحد ما تاخد طبقة التحمير دي. اهم حاجه التشويحه عشان هي اللي تطلع معايا الشوربه، مفيش ريم مفيش اي حاجه هتطلع خالص، وهتشوفوا الشوربه في الاخر هتبقى صافيه ازاي، وحرفيا ما طلعتش ريم خالص لانها هي متشوحه كده واتحمرت وبقت جميله. هننزل بقى بالتوابل، هي ملح وفلفل اسود بس، والبهارات الجافه لسه هنزلها بعدين بقى معاكم، بس هو في المرحله دي ننزل بالملح والفلفل الاسود ونديلها تقليبه وهتشم ريحه التحمير بقى فظيعه. نزلت هنا بالبهارات الجافه، واحده لومي بس او ليمون مجفف او ممكن تستغنوا عنها، ونص عود قرفه بس صغير، وثلاث فصوص حبهان ولو في ورق لوري تمام. وبعدين نزلت بالبصله والطماطمايه، وانزل بقى بالميه السخنه. انا هنا حطاها في الحله الضغط لان كنت مستعجله. هقفل عليها. شايفين ما شاء الله هنا بعد ما استوت بعد تقريبا نص ساعه، ما شاء الله شايفين، والحله نظيفه مفيش اي اثار لاي ريم ولا اي حاجه، والشوربه حمرا وجميله. تاني حاجه بقى نعملها الفاصوليا. طالما بنتكلم عن الفاصوليا يبقى ان احنا هنا مش هنشوح اي حاجه، كلها هتبقى ني في ني. هننزل بالفاصوليا القمر دي، احنا موسم الفاصوليا اليومين دول. طبعا دي انا مفرزاها، كنت مقطعه مفرزاها فطلعت بيها على طول. معلقه توم ني وبصلايه مفرومه نيه، وهنزل بمعلقه سمنه محترمه كده، وعصير يعني كوبايتين عصير طماطم كده او على قد الكميه اللي انت عاملاها تمام. وهنا هنزل بقى بمعلقه السمنه. تاني حاجه بقى هنزل بالشوربه طبعا، بس انا نزلت بالشوربه شويه صغيرين لان الحله كانت اتملت، فهي لسه ما هتغلي وكده هتقل، وابدا ازود شوربه براحتي. هنا بديلها تقليبه بس بفكهم من بعض لان هي كانت مفرزه زي ما قلت لكم. بعدين بقى هنزل بالبهارات. البهارات هنا حطيت معلقه صغيره كزبره، وحطيت رشه فلفل اسود كده نص معلقه صغيره لان طبعا الشوربه فيها فلفل اسود، وحطيت شويه ملح صغيرين عشان برضو الشوربه فيها في الاخر اظبطه، ومعلقه سكر عشان الصلصه الكتير اللي احنا حطيناها دي، ونص معلقه بهارات اللي هي 7 بهارات. وهسيبها بقى على النار بقى تستوي براحتها، وبعدين ابقى اشوف بقى لو محتاجه شوربه تاني ولا لا. هعمل بقى حله الرز بقى الحلوه المحترمه بتاعتنا دي. حطيت رز سوري سمنه، وبعدين هنزل بكميه الرز واديله تشويحه. الرز النوع اللي انا بستخدمه ده ما بيتغسلش تمام. وبعدين هنزل بالملح، انا عارفه معيار الحله بتاعتي بايدي كده، فانت اكيد كل واحد عارف معيار الحله بتاعته. وهديلها تشويحه حلوه كده لحد ما كل رزايه تتغلف بالسمنه. هنزل بالميه السخنه مغليه خالص، مش ميه بارده، ميه سخنه مغليه. شايفين هنا ما شاء الله الفاصوليا طلعت زي القمر وطعمها سكر، والله العظيم هتجربوها تعجبكم قوي. وطبعا اللحمه والشوربه طلعوا ما شاء الله، يعني انا طبعا مش هشكر في نفسي. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب.